وأنا قابلته هناك بعد كده رُحت له هنا فجالي فقال لي: "إزاي أنت كده؟" أنا أعمل إيه دلوقتي؟ خلّينا متفقين اتفاق إن أي حاجة بتبدأ بدون تخطيط كويس وبدون ترتيب كويس بتبوظ، ألِف ب، مش محتاجة إن إحنا نجوّد فيها يعني. فعشان كده دايمًا أنت بتفكّر قبل ما تاخد أي خطوة، سواء الخطوة دي أنت مُقبل على الجواز، مُقبل على شراء حاجة، أيًا يكن الcase بقى، يعني أنا مش هاتدخّل في التفاصيل بتاعة الخطوة دي جاية منين أو إزاي يعني. الفكرة كلّها إن أنت دايمًا بتحتاج ترتّب دماغك وتخطّط كويس قبل ما تبتدي، وبناءً عليه توصل للنتيجة اللي أنت كنت بإذن الله ترجوها يعني. نفس المشكلة دي اللي بتحصل دايمًا في أي حد بيبدأ يعمل تصميم لشقته بنفسه، إن هو بيبتدي وبيمشي وما بيفكّرش وبعد كده بيلاقي النتيجة النهائية غير مرضية تمامًا، ممكن يروح يجيب كنبة يلاقيها مش داخلة أصلًا في المكان، ممكن يحط سفرة وهو ما عندوش مكان أو أيًا يكن المشكلة. فإحنا عملنا زي سلسلة صغيرة كده بإذن الله يعني هتكون سهلة وبسيطة ولكل الناس، يعني مش محتاج يكون عندك background بعينها أو حاجة مختلفة، إنك إزاي تقدر تعمل تصميم شقتك بنفسك صح، بطريقة منهجية ومنطقية وبأمور بسيطة، يعني مش محتاج تعرف software، مش محتاج تبقى خريج كلية هندسة، مش محتاج أي حاجة، كل اللي أنت محتاجه إن هاعرّفك إزاي تعرف تفكّر صح، فكّرت صح، رتّبت دنيتك صح، بإذن الله، بإذن الله يعني النتيجة هتكون مضبوطة، وبإذن الله السلسلة دي ببلاش ما فيش أي حاجة يعني، ما فيش فلوس، ما فيش أي حاجة تخسرها، فما فيش مشكلة إنك تشوفها، فلو أنت هتستنى السلسلة دي ما تنساش تعمل follow like. شكرًا ليك.